السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ومشتريات جديدة. طبعا اشتريت شوية مشتريات كده، العناية بالبشرة والميك اب. طبعا اول حاجة الفوطة مزيلة الميك اب. زي ما انتم شايفينها كده، طبعا ده ترند طالع بقاله فترة كده. طبعا دي حلوة جدا جدا، ناعمة كده وفايبر. طبعا في نوع تاني بيبقى اصغر حجم شوية، هسيب لكم الصورة بتاعته فوق. زي ما انتم شايفين كده، هو بيبقى حجم صغير. دي بتحطيها في شويه ميه، بتبليها بس وتمسحي بيها وشك من اي من نوع مكياج، بتطلعه بكل سهوله. دي عامله معانا 30 جنيه، دي المستورده. طبعا بالنسبه للشنطه برضو، شنطه الميك اب دي ترند معروف. طبعا سعرها كام؟ طبعا انا دي جايباها حرق ب10 جنيه. طبعا تنفع معاكي في الرحلات او طالعه رحله او المصيف، بتحطي فيها كده حاجات البسيطه بتاعتك وبتحتفظي بيها. ب10 جنيه. طبعا دي حنة للضوافر جمانة، حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده، هو بتبقى البودرة جوه، وطبعا معاها اكيد هنبقوا نعملوها برضو في فيديو تاني مع بعض. حنة جمانة هي بتبقى السودا والبني. دي كانت عاملة حوالي 25 جنيه. معانا هنا هو مية ورد، دي ب15 جنيه. حلوة جدا، بترطب البشرة. طبعا برضو لو انت في المصيف او بنوتك في المصيف وجالك التهاب من الشمس، تحطيها برضو، بس اهم حاجه تحطيها في التلاجة من تحت، تسقعيها وترشيها على وشك، بتبقى حلوه جدا، بتلطف البشره. طبعا جبت الضوافر دي لبنت اختي، ضوافر على قد ضوافرها صغننه كده. هو الباكت ده على بعضه فيه 10 او 12 ضفر ب10 جنيه، حلو جدا. وجبت برضو الفوطه دي فايبر قط. دي بتحطيها لما تيجي تستحمي او تعملي حمام كريم، ناعمه جدا. بتحطيها على راسك كده، هو فيها كبسونه من قدام او زرار، بتاخدي الاستيك ده وبتحطيه عليها، بتبقى حلو جدا. بدل ما بتلف بالفوطه الكبيره بتبقى تقيله على الراس. دي جبتها ب25 جنيه الفوطه دي. اهو زي ما انتم شايفين كده، بحاول ان انا اركبها واوريها لكم. اهو زي ما انتم شايفين، انتوا وصلت لكم ايه الفكره. دي طبعا عامله 25 جنيه. معانا ايه تاني؟ معانا برضو هنا هو جبت برضو الملقاط دوا، كان ب7 جنيه ونص. حلو اوي الملقاط ده. طبعا انا عن نفسي لما بروح الكوافير باخد حاجتي الشخصيه معايا، ما بستعملش الحاجه اللي عنده عشان خاطر العدوى. فنصيحه مني، اي حد بيروح كوافير ياخد حاجته معاه. المسكره دي تحفه جدا جدا، طبعا عشق البنات كتير. مسكره ادسنس، طبعا حلوه جدا. شايفين الفرشه بتاعتها من جوه عامله ازاي؟ بتخلي الرموش كثافتها عاليه جدا. والحلو في الفرشه ان بتبقى شعريه شعريه زي المشط بالظبط، كأنك بتسرحي المشط. حلوه جدا. دي كانت عامله 30 جنيه. ده مسك عامل كان 10 جنيه. طبعا دي كبسولات حلوه جدا. كبسولات دي عباره عن بتحطيها في الميه كده، تبقى تتفرد، تبقى فوطه. حلوه جدا في الرحلات او في المصايف، او لو انت عندك بيبي او طفل صغير بتغيري له، بتبقى حلوه جدا. الاربعه ب10. طبعا وجبت الشنطه دي برضو سريعه كده، تلبسيها لو انت مثلا رايحه رحله ولا رايحه مصيف، تحطي فيها حاجتك كده وبتبقى خفيفه معاكي، بدل اللي هي مثلا الكتف او الظهر وكده، بتبقى حلوه وسريعه. دي كانت عامله ب30 جنيه. ودي مشترياتي بسيطة، يا رب تكون عجبتكم. عاوزة اقول كلمتين في اخر الفيديو. يا ريت كل واحد يهتم بالنظافة الشخصية بتاعته، بالذات الجو حر اليومين دول، فيا ريت النظافة شوية الشخصية. خدوا شاور وانتوا نازلين، وحطوا سبلاش كده او شوية معطر، تخلي ريحتك فواحة كده وانت نازلة، تحسي نفسك منعشة. واي ام عندها طفلة صغيرة او سن المحير، تعلمها النظافة وهي صغيرة، عشان خاطر ما نشأ على شيء شاب عليه. ولو انت امكانياتك بسيطة ومعكيش تجيبي اي حاجة خالص، ب5 جنيه شابة مطحونة من عند العطار وعليها زيت عطر، هتبقى حلوة قوي.